عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا النهارده لكم فيديو حلو، يا رب يعجبكم يا رب يعجبكم. عايزين نعمل شوية فطير للغدا النهارده، نبعد بقى عن الأكل وعن الطبيخ وعن الدنيا دي كلها، ونريح المعدة شوية بشوية فطير ممتازين مع حبة بطاطس متحمرين، وبعدين بقى نحبش جنب الفطير. يا رب الفيديو يعجبكم والمحتوى كمان يعجبكم. كمان طالعة على صحي معاكم النهارده في شوية شمس، لأن طبعا في رطوبة رهيبة جدا في الشقق، ففي برد. تمام، قلت بقى اطلعي بقى برضه اقعدي فوق على السطح والدنيا هاديه كده، وعيالي في المدرسه وعيني وخلصي، واقعدي كده مع المشاهدين الجمال اللي ربنا يكرمهم نكبر بخاطرهم، امين يا رب العالمين، عشان بيضيفوا لي كتير قوي. يا رب الفيديو يعجبكم. هنتابع مع بعض الخطوات. انا هنا معايا 1.5 كيلو من الدقيق، هو بصراحه يعني اعتقد اصل انا مش وزنه، يعني انا مش معايره دقيق، بس هو بالنظر كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخله اهو بقى، خلصت اهو، والفطير ما فيهوش اي تكاليف، يعني حاجات خفيفه جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى مع بعض الفيديو، وبعد كده نقوم نشوف ايه اللي هنعمله تاني. الدقيق اهوت معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على حضره النبي يا جماعه. شويه ملح، تمام، مع معلقه حلوه كده سكر، والميه بتاعتي. ادي عجينه الفطير، مفيش اسهل ولا اروع من كده، حاجه خفيفه جدا. وهتتغدي انت وولادك وربنا هيعديها على خير باذن الله. ربنا يسترنا جميعا ويحسن ما بين ايدينا، امين يا رب العالمين. لو سمحتم لو تكرمتم تدوسوا لايك للفيديو. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. نضيف بقى الميه تدريجيا بعد ما قلبنا الملح والسكر في الدقيق بتاعنا كويس. الميه هتكون عاديه جدا من الحنفيه اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ابني ابدأ. يلا يا ابني. شوية مية جنب ايدك، تحطي بس ايدك بس تبليها وترجعي تعجني. ديت بيديكي نعومة للعجينة، وكمان بيخلي العرق يشد معاكي شوية. بعدين عشان ما تتعبيش في العجين قوي زي ما انا بفهمكم، بعد ما تعجني يعني بدقيقتين 3 كده، سيبيها لي بس 10 ثواني 10 ثواني، وارجعي عجيني فيها تاني. بترتاح معاكي اكتر، وبتنعم اكتر معاكي، وبتطرى، وبتريحك في العجن بتاعها. تمام. اهم حاجه العجين الفطير يتلت جامد قوي. صلوا على حضره النبي يا جماعه، صلوا على حضره النبي كده، ربنا يكرمنا جميعا. قولوا امين يا رب العالمين. سرحت وانا بعجن، سامحوني. ما عندكيش دقيق في البيت، هاتيلك كيلو ايا كان سعره بقى في المكان اللي انت فيه، وهتعجني بشويه ميه وملح، تمام، وشويه سكر، وهتعملي لعيالك احلى اكله. لو انت بره بتاكليها تاكلها بشيء وشويات، بالغالي قوي على فكره. الجو تحت برد بطريقه مش قادره اوصفها لكم. ساعه ما نطلع فوق تحس الجو حر مش شمس، لا متحملين حر ولا متحملين شمس. نصلي على سيدنا النبي عشان نستاهل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوفوا بقى، انا هفضل اعجن فيها فتره طويله كده، وعشان بقى ما اقعدش انهج قدام الكاميرا كتير، اخلص عجين وارجع لكم تاني.
كده العجينه معايا بقى زي الفل، خدت كفايتها في العجن الحمد لله. هنريحها بقى على قد ما تقدري ريحيها عشان ما يقطعش معاك كده، طبعا مش ولا تخمر ولكن ترتاح علشان تشديها تبقى تمام. لذلك لو تكرمتم ونصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبنا ونشرنا هدومنا في الشمس وهنعمل كمان الفطير جنبنا. القعده على صحية متعه والله العظيم، بتريحي كده نفسيا والجو شمس وجميل، وكمان ولادي جم هيذاكروا جنبي. صح كده بقى عيشه، انا عن نفسي راضيه بقى والحمد لله. نعم نعم يا قلبي ماشي. قطعنا الفطير بعد ما سيبناه يرتاح مده لا تقل عن ساعه عشان يقدر يفرد معاكي كويس. فردت معايا هنا واحده، فانا عايزه اختصر عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. معايا هنا سيحت سمنه على زبده، على كان عندي كمان معلقتين قشطه سيحتهم هنا جنبي هنا على النار، وببدا اعمل بيهم الفطير. ابدا بقى افرد معاكم الفطيره ديت، وعشان الفيديو ما يطولش عليكم هختصر لكم الفيديو وما تزهقوش مني وتملوا مني وتقولوا ايه ده الفيديو بتاعها طويل على الفاضي. تمام؟ شوفوا ما شاء الله العجينه علشان سبتها ترتاح، يا رب ما تنقطعش وتضحك الناس عليا. نعم ماشي. اهم حاجه الفطير ما تفرديه من جوه البعض. خدي الفته ده. طيب هاتي يا حبيبتي. تسلم. هنفرد من بره من جوه لبره. تمام؟ وتفردي على زيت، اوعي تفردي على سمنه، احنا في البرد لو فردتي على سمنه هضطر بقى ان انا اقوم لها كده مخصوص. لو فردتي على سمنه هتلزق في ارضيه الفطيره وتبدا تقطع منك الفطيره بتاعتك. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا رب كده تكملها معايا على خير. هي بصراحه الاولانيه ما اتقطعتش برده معايا. افردي كويس، ثواني بس يا زياد. تمام؟ وتبداي بقى ايه تفردي الطروف عشان الطروف ما تكونش تخينه معاكي. يا سيدي استنى علي، لا يصلح حالك. صلوا بقى على حضرة النبي كده. خلاص ناخد بقى ايه
السمنه اللي احنا احنا مسيحينها، مش مقدوحه ده ولا سخنه ولا حاجه، احنا بس مسيحينها. تبداي بقى تعملي بايدك كده اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. القعده على السطح يا جماعه بترد الروح والله العظيم، حلو قوي. سطح بقى، بلكونه، غيري من قعدتك في البيت عشان ما يجيلكيش اكتئاب وتبقي قاعده كده مستريحه في بيتك. تمام. تبداي بقى تفردي الطرف اللي هتتخن معاكي من هنا كده وانت بتشدي، تفرديه معاكي كده اهو علشان ما يبقاش تخين معاكي وانت بتاكليه. اهم حاجه فطيرنا عشان يبقى مظبوط لازم يكون مورق من جوه وخفيف وانت بتاكليه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. خلاص هنلف بقى على كده ثواني زياده. وادي الفطيره معايا اهي، بسم الله ما شاء الله. اخلص بقى بقيه الكميه، انا هنا عملت واحده اهي، اخلص بقيه الكميه وارجع اوريها لكم. طبعا احنا لازم نسيبه يرتاح، لازم نسيبه يرتاح عشان لما نيجي نفرده بالشكل ده يتفرد معانا ويبقى حلو وجميل. نكمل بقى بقيه الفطاير بالشكل ده وارجع لكم هنعمل ايه بعد كده. شوفوا ادي كمان الفطيره الثانيه اهي، بسم الله ما شاء الله. استنوا بس كده اهو، جيبي من جوه على بره، يعني فاهمه الفرد من جوه على بره عشان دي ما تكونش تخينه معاكي وانت بتفردي الفطير. التقطيع بقى اللي انت عايزاه، يعني انا بقالي فتره بعمل فطير مش بالشكل ده، ولكن هو اللي عايزين ياكلوه بقى النهارده عايزين ياكلوه بالشكل ايه. وبيني وبينكم يعني انا بحب اعمل كل حاجه امي الله يرحمها كانت بتحب تعملها، يعني امي كانت دايما تفرد الفطير بالشكل ده. متهيألي امي لو عايشه وانا بفرد بالطريقه الثانيه دي كانت قالت لي لا ما تفرديش الفطير بالشكل ده، افردي بالشكل اللي انا علمتك عليه. تمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. الفطير عشان يتعجن عجن ممتاز وتساب وارتاح ما بيقطعش معاكي في الفرد، ما بيقطعش معاكي في الفرد. نتشه منك بتكون مثلا من ضفرك من حاجه شبكت فيها، ولكن مش بيكون بثابت. تمام. الفطيره زي السكر زي الملبن، يعني بصوا بتحرك فيها براحتي على فكره. طبعا دي تخينه هتفرديها شويه كده اهو، ما تسيبهاش تخينه، افرديها كده اهو. تيجي بقى تاكلي شويه الفطير، يعني مش عايزه بقى اقول لك ولا تشتري من بره ولا الكلام ده خالص. وبيتفرد معايا بكل سهوله، يعني مش محتاج مني شغل ولا مجهود على فكره. اقوم بقى كده على بعض وبعدين نرجع بقى ايه نفردهم تاني بالشكل ده. بقوا معايا 3 فطاير اهو، بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. نفرد برضو الرابعه. شوف العجينه سلسه في ايدي وسهله ما شاء الله. اخلص عشان الفيديو ما يطولش عليكم وبعدين نشوف احنا هنعمل ايه. بس ورا جدك اجري ورا جدك. طلعناه من الفرن ما شاء الله. شوفوا يعني شوفوا عامل ازاي من تحت. شوفوا دي كمان، ده انا كمان طلعت كمان كان والدي موجود وخد كمان هو مروح وما استناش ان احنا نخلص. وادي الفطير بقيته في الفرن اهي ما شاء الله ما شاء الله. مفيش واحده اتقطعت مني وانا شغاله فيها والله العظيم ما شاء الله. بألف هنا وشفا. الفطير مورق وجميل جدا وريحته حلوه جدا. بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. وتوصلوا لي لايك. خلصنا الفطير بتاعنا بألف هنا وشفا على قلبهم من اول فطيره لاخر فطيره. مش عايزه اقول لكم شوفوا شكله عامل ازاي، مش عايزه اقول لكم قد ايه تحفه. مفيش فطيره فيه ما قبتش في الفرن. الكميه معايا كمان طلعت جزء. عدي كده شويه بقى ورا شويه كده. معايا بقى العسل الاسمر والعسل الابيض والجبنه القريش والجبنه القديمه اللي هي الحادقه شويه بتاعت الفلاحين. انت مش باين على فكره وشي. مش مشكله. المهم انا الفطير بتاعي عايز لايك بقى ولا مش عايز لايك؟ والله العظيم عايز لايك.
فرده ما كان ممتاز، كان ممتاز، والفيديو كان رائع وكان جميل جدا. وحبيت كان ان انا ريحته اغير معاكم الجو تقلق. شويه. لحظه لحظه، حبيت ان اغير معاكم شويه في الجو والمناظر بتاعه المطبخ. يعني التغييرات دي بتخلي الواحد قادر يرتاح شويه في اللي هو بيتفرج عليه. يا رب الفيديو يعجبكم، ونصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك لو سمحتم، نقطه قربكم ان شاء الله مع فيديو تاني جديد.